السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتكم جيوة الدنيا وجين. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم مع فيديو جديد ووصفه جديده اللي هي شوربه ديال الشوفان وكذلك الفطر الطري اللي كتجي بنينه بزاف بزاف، واهم شيء تجي صحيه ومغذيه. الواحد يبدل الروتين ديال الحريره الحامضه، كل مره يدير شوربه بشكل، وكذلك كتكون تتشبع ولذيذه بزاف بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنىكم تبداو معايا الوصفه من البدايه حتى النهايه باش نتعرفوا على الطريقه تحضير وكذلك مكونات الوصفه. اول حاجه غادي ناخذ واحد الطنجره غادي نضيفوا فيها معلقه ديال الزبده، غادي نخليوها تذوب مع التحريك. العافيه غادي تكون متوسطه، وغادي نستمروا في التحريك وفي خلط. من بعد ما ذابت لي الزبده غادي ناخذوا البورو، غادي نقطعوه شرائح اللي غادي يكونوا رقيقه بزاف، اولا نديروهم حتى في الهشوار باش يكون رقيق. في حاله ما كانش عندكم البورو يمكن لكم تستعملوا بصله عاديه، اما حمراء اما البيضاء، اولا بصله خضاريه حتى هي كتجي زوينه. ومن الافضل انه يكون البورو لانه تيعطي واحد المذاق اللي يكون زوين. من بعد ما غادي يهبط لينا البورو ديالنا وغادي نضيفوا عليه جوج فصوص ديال الثومه اللي غادي يكونوا اما مطحونين اما مقطوعين رقاق. غادي نحاولوا نحركوا كلشي علاش ما ضفناش الثومه عفوا في الاول باش ما تحرق ليناش، ضفناها مورا البصله. من بعد غادي نضيفوا صدر الدجاج اللي غادي يكون مقطوع بتيدي، الكميه اللي كانت متوفره عندكم، ماشي بالضروره انكم ديروا كميه كثيره او لا قليله. من بعد غادي نضيفوا عفوا الفطر الطري اللي غادي يكون مقطوع رقيق او لا الفطر المعلب. من الاحسن اننا نستعملوا الفطر الطري، في حاله ما كانش عندكم يمكن لكم تستغناو عليه، الا كان صراحه يعطي مذاق رائع. من بعد غادي نزيدوا معلقه ديال معدنوس، الا بغيتو تعطيوه الطيبه ديال الحريره الحامضه يمكن لكم ديروا كرافس، ومن الافضل انكم ديروا المعدنوس. من بعد غادي نزيدوا شويه ديال الملحه وكذلك الابزار اولا الفلفل الاسود. غادي نحركوا كلشي وغادي نخليهم يتشحروا، وغادي نزيدوا عليهم واحد الجزره اللي غادي تكون محكوكه. غادي نحاولوا نخلطوا كلشي باش غادي تشربوا لينا المذاقات، وكل حاجه غادي ترقي البنه ديالها في الاخرى باش هكا يكون كلشي متلبس لينا ولا مبنن لينا ويتنكهوا لينا. من بعد غادي نجيبوا زلافه ديال الشوفان. الشوفان غادي يكون رقيق ولا الغليظ اللي كان عندكم، حتى هو غادي نزيدوه في هاد المكونات هادو، وغادي نكملوا الخلط ديال هاد الشوربه هادي. نحاولوا كلشي يتشحر لينا مزيان. غادي نزيدوا كذلك معلقه ديال صوص صوجا ثقيله، الا ما كانش عندكم صوص صوجا ثقيله يمكن لكم تضيفوا حتى الخفيفه، ولكن 2 المعالق. كيف ما شفتوا معايا غادي نخليو كلشي يتشحر لينا. في هاد الوقيته اللي هادشي كله المكونات كيتشحروا لينا غادي نخلي الماء يطيب ليا حتى غادي يطلع فيه السبوله. ومن بعد غادي نزيدهم على هاد المكونات هادو كامله، وغادي نغطي عليها وغادي نخليوها تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. ما كتاخذ ليناش الوقت في الطياب لان كلشي مشحر، ينفوا الخضره كتشحر صافي راه دخلها الطياب. غادي نخليو دابا غير الشوفان غير يطيب لينا، غادي نسدو عليها وغادي نخليوها طيب. في هاد الوقيته اللي هي كطيب حنا غادي نصاوبوا الكريمه السائله المنزليه اللي غادي نحتاجوا ليها تقريبا ربع لتر ديال الحليب. غادي نزيد ليه 2 المعالق ديال الدقيق، كنفضل تزيدوا ليه الدقيق وما تزيدوش النشا. غادي نحاولوا نخلطوا كلشي مزيان وغادي نحطوه فوق البوطه
مع التخليط مع الخلط عفوا، باش ما تحرق ليناش من التحت. غادي نزيدو له واحد الطريقه ديال الملح. هنا ما تصورتليش، كانت تقطع ليا الفيديو. هنا من بعد ما طلعت ليا الغليه وطفيت عليها، غادي نزيد معلقه ديال الزبده اللي غادي تكون زبده حيوانيه، معلقه تكون عامره مزيان. كل ما كانت هاد الكريمه ميدمه، كل ما كتعطينا مذاق افضل. هكا غادي نستمر في الخلط، ومن بعد غادي نميكسيوها بالميكسور مزيان باش غتحيد لينا هذوك الحبيبات. ومن بعد غادي نزيدها على الشوربه ديالنا من بعد ما طابت مع الخلط. وغادي نزيدو واحد الكاس ديال الماء، وغادي نخليوها ينفوا طلع لها الغليه ونطفيو عليها. ما غاديش تاخذ لينا وقت في الغلي في الطياب. صافي هنا كتكون الشوربه ديالنا وجدات. كنقدموها بالصحه والراحه، كتجي بنينه فعلا. كنتمنىكم انكم تجربوا هاد الوصفه ديال اليوم، وكذلك كنتمنى اللي تبع معايا الفيديو من بدايه حتى النهايه ما ينسانيش بالتعاليق ديالكم وارائكم، وكذلك اللايك للفيديو. واللي مازال ما مشترك في القناه فضلا وليس امرا ممكن تشتركوا في القناه وتشاركوا الوصفه مع اهلكم واصدقائكم. هنا كنوصل معكم من نهاية الفيديو مع فيديو جديد ووصفة جديدة. خليتكم راحة الله ورمضان كريم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الرحمن، وإلى اللقاء.